جاهزين تشوفوا منظر يحبس الانفاس؟ تعالوا يلا بينا. واو، اخيرا وصلنا الفوز، يعني كده دخلنا الجنة. كالعادة طبعا أول حاجة بنعملها في السفرة بتاعتنا بنأجر العربية من لوكاليزا عشان خاطر ننطلق. وبرجعتوا يا ميدو، وبرجعتوا ثانك يو. يلا ننطلق بقى ونطلع عشان خاطر إيه، نشوف الرحلة بتاعتنا عاملة إيه ومستنيانا إيه. أنا زوري رايح، فاستحملوني بقى في الفلوج ده عشان خاطر أنا لسه طالع من دور برد صعب جدا، فعمال آخد برد ويروح، آخد برد ويروح. فين العربية بتاعتنا بقى؟ ندور عليها، تقريبا البيضة دي. هي العربية البيضة دي. خدنا العربية دي لذيذة حلوة كده وصغنطوطة، وايه هتنجز معانا الدنيا. والله جميلة لذيذة. حط الشنطة والحاجات بتاعتنا بقى عشان ايه نتوكل على الله. بس خليكي هنا بقى. يلا مية مية. ننطلق بقى عشان خاطر نستكشف فوز دي جواسو مع بعضينا، ونشوف النهارده فوز دي جواسو مخبيه لنا ايه. المشكله بقى ان انا جعان جدا وعايز اشوف حاجه اكلها قبل ما اتحرك. اجمل حاجه يا جماعه بقى في مدينه فوز دي جواسو ان هي فيها اكبر جاليه تجمع عرب موجوده في البرازيل. هنا بتلاقيهم هنا في فوز دي جواسو. عشان كده انا لقيت مطعم هنا اهو مكتوب عليه حلال، انا اول مره اجربه، فهنزل ايه اشوف الناس دي بتبيع ايه. هي هم بيبيعوا اكل حلال بس مش عارفين بقى هم بيبيعوا ايه. تعالوا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. ده المنيو بتاع المطعم يا جماعه. المطعم طلع عربي، الراجل اللي شغال فيه طلع عربي، قال لي ربع ساعه على بال ما الاكل يجهز. فهنقعد هنا بقى نستنى. انا هنفطر فراخ، هو مفيش هنا غير فراخ بقى، هو ده اللي لقيته. هنفطر فراخ ونتوكل على الله. ده الاكل اللي ينزل لي يا جماعه، شغل فاخر ها. اهم حاجه الفاصوليا السوداء، الراعي الرسمي هنا في البرازيل. الدجاج ده حلال ها؟ ايه طب الحمد لله، اهم حاجه انه حلال. ده بالتتبيله العربيه بتاعتنا كمان. انا كنت ميت من الجوع والله. تسلم ايدك يا صديقي. اول مره اكل اكل برازيلي بالنكهه العربيه بتاعتنا، اللي هي التست البهارات بتاعتنا العربيه، بس اكل برازيلي. تسلم ايدك بصراحه، عجبنا الاكل جدا وجميل جدا. تسلم ايدك. لنا العنوان بتاع المطعم بتاعك. بالسنترو بفوز دي جواسو، افنيدا جوتاكا 1022. بس كده مطعم اكل حلال، عنده كل حاجه، عنده بروستد، عنده دجاج مقلي، عنده اكل برازيلي بنكهه عربيه بصراحه من الاخر. جربوها تتهولي والله. المطعم كتير طيب، جميل جدا، والاكل فيه عجبني جدا صراحه. والبلد هنا فوز جميله، ولكن شوب حراره، الجو حر، تحس كده كاني رجعت في الامارات كده في اوائل الصيف. حر، في رطوبه عاليه، هبو كده شويه. ومع ان انا النهارده لابس شتوي لان انا جاي من مدينه برد، تمام. اكيد هروح الفندق دلوقتي اغير هدومي. انا مش هقدر اكمل اصلا يومي بالحر ده لان الجو حر. هلبس نص كم واجي. يلا بينا. اوف حراره، الجو حر. وصلنا عند اكبر سد في العالم، سد ايتاو. هنصف عربيتنا لان ما ينفعش ان احنا ندخل، لازم ندخل على رجلينا، وبناخد الباص بيوصلنا للسد عشان خاطر نروح هناك. ما ينفعش ندخل بالعربيه. الجيش دايما بيقول لك اتصرف. غيرت التيشيرت بتاعي في العربيه عشان خاطر الحق بقى ايه نشوف اكبر سد في العالم، سد ايتاو اللي موجود بين حدود البرازيل والباراجواي. دي الماكينه اللي بنشتري منها التذاكر. نجرب كده بسم الله. Full tickets. This is a full ticket, panoramic? Yes, 58. Okay, leader, student, teacher. Students only available for Brazilian students. Okay. So this one will be bus panoramic. Yes, bus and we'll have the duration of 1 hour instead. Okay. You pay So this one it will be after 20 minutes. so like 20 to 30 minutes. Bus will be alright. Okay. Ticket طالع. أهلا وسهلا. Okay. And the Obrigado. line is on the third line. Here panoramic. Okay. في كمية زحمة فظيعة. البشر كلها جاية النهاردة. أنا داخل على طول. بس بستنى. Okay. Thank you. Okay.
ده الموضوع سهل، الناس التانية طلعت هم واخدين حاجة تانية غيري، هنا انا واخد تقريبا سبيشال. عدينا منطقة التفتيش، فتشونا كل حاجة وخدنا التذاكر بتاعتنا. نطلع ندور بقى على الجولة البانورامية اللي احنا حاجزينها دي. تقريبا في ماكت اهو بتاع شكل السد، تعال نصوره. ده الماكت بتاع المنطقة كلها. تقريبا البانوراميك الناحية التانية. نقعد بقى نستنى الاتوبيس لغاية ما يجي. قاعدين مستنيين الاتوبيس، قالوا هيجي بعد 15 دقيقة. الاتوبيس وصل، شكله اتوبيس عملاق كبير اوي. الدنيا النهارده بتمطر فشكلهم بيقفلوا. الجولة دي بتتكلف 58 ريال برازيلي، يعني ايكوال تقريبا حوالي 10 دولار. بجد انا متحمس جدا للمشوار ده بصراحة. جاهزين للقطات تخطف الانفاس؟ انا جاهز، بس المطر اشتغل. اوه المطر اشتغل، المطر اشتغل. هوبس مية مية. يلا بينا، احنا كده جاهزين. السد ده يا جماعة انتاج مشترك ما بين دولة البرازيل والباراجواي. يا جدعان المطر زاد جدا علينا ومعرفش اعرف اصور ولا لا. ايه الوقت مش وقت ولا ايه؟ ربنا يسترها. احنا شكلنا هنغرق قبل ما نصور. يا جدعان الاتوبيس هيطير، انا حاسس ان الاتوبيس هيطير والله العظيم. المطر زاد جدا، بصوا عامل ازاي، الجو اتقلب كله، واحنا المفروض ان احنا داخلين على السد. مش هقوم ومش عارف بقى. يا عم لففنا ورجعنا خلاص، نيجي لك مره تانيه. الناس كلها بتنزل ومش عارف هتنزل تقعد تحت، هو تقريبا بيقول لهم ينزلوا يقعدوا تحت. كل الناس بتنزل تحت، معرفش انزل معاهم ولا طب ولا اعمل ايه؟ ايه الجو ده؟ على حظ كده؟ لا الحمد لله، كل اللي يجيب ربنا حلو. وصلنا عند السد بس مش عارفين هننزل ولا هنعمل ايه. جو غريب جدا، بص عامل ازاي. مش عارف المطر دول كملها ولا ناخد بعضنا ونروح ونرجع. شكلها كده مش هتنفع، معرفش. المفروض السد قدامنا هنا كده، المفروض ان احنا ننزل دلوقتي عشان خاطر نشوف الصورة البانورامية للسد كله من فوق. بس المطر عاملة جو صعب جدا، معرفش هننزل ولا هنعمل ايه. سد ايتابو يا جماعه هو واحد من اكبر المشاريع الهندسيه في العالم، ويعتبر مصدر فخر للبرازيل والباراجواي، حيث يدار بشكل مشترك بين البلدين. سد موجود على نهر بارانا اللي بيشكل الحدود الطبيعيه بين الدولتين، ويعد من ابرز المعالم الهندسيه والبيئيه في امريكا الجنوبيه. السد ده بدأ بناؤه سنه 1975 وانتهوا منه سنه 1984. كلمه ايتابو مشتقه من كلمه بلغه السكان الاصليين اللي هم الغوراني، واللي هي معناها الصخره. عشان كده هو من اكبر السدود الهيدروليكيه في العالم، بقوه انتاجيه اجماليه حوالي 14000 ميجا وات و20 توربين لتوليد الطاقه. رحله جميله وممتعه يا جماعه جدا بصراحه، ولكن للاسف مش عارفين ننزل من الاتوبيس من كتر المطر. ولكن المنظر هنا بتاع السد تحفه، يعني منظر يحبس الانفاس، ولكن مش عارف بصراحه ان انا اصور لكم، مش قادرين. يعني محطتين لغايه دلوقتي سيبناهم، المفروض في محطتين بنقف فيهم ما قدرناش نقف فيهم بسبب ان الطقس وحش جدا ومش عارفين. فدلوقتي هننتقل لمحطه ثالثه
قال لك هنطلع فوق في اعلى السد من فوق، والمكان هناك فيه تندة، فممكن عن طريق التندة دي ان احنا نقدر اننا نصور السد من فوق. اوريكم اكبر سد في العالم هو سد ايتاو اللي بيولد 70% من الكهرباء بتاعه الباراجواي و75% من الكهرباء بتاعه البرازيل. انتوا متخيلين حجم السد عامل ازاي؟ انا بتمنى ان انا احاول ان انا اصوره لكم بصوره بانوراميه واضحه، ولكن لغايه دلوقتي الحظ مش محالفنا. بتمنى ان المطر تهدى شويه عشان خاطر اقدر ان انا اصور لكم اكبر سد في العالم. شايفين هناك كده كم هائل من الخلايا بتاعت الطاقه اللي بتخزن الطاقه اللي طالعه من السد. كل دي اللي بتدي البرازيل والباراجواي الطاقه. كده احنا دخلنا بقى السد من فوق. ده شكل السد من فوق، منظر مخيف لكمية الماء اللي بيحتاجها السد وراه. عشان كده يعتبر من أكبر السدود كفاءة في العالم. ارتفاع السد حوالي 196 متر بامتداد 7 كيلو متر على حدود الدولتين. سد إيتابو مش بس مصدر للطاقة، بل هو رمز للتعاون الدولي والابتكار الهندسي، ويعتبر واجهة لا غنى عنها للمسافرين المهتمين بالطاقة والبيئة. آلاف الزوار سنويا بيجوا عشان خاطر يتفرجوا عليه. المطر هديت بعد ما خلصنا الجولة للأسف، بس هم نزلونا هنا في حتة فيها تندة، قالوا لنا تقدروا تشوفوا منها السد. هنخش دلوقتي نشوف السد من تحت التندة. اوف، يعني يا ريتها كانت هديت المطر قبل ما نوصل واحنا في وسط الحدث. للأسف مناظر كانت تحبس الأنفاس، بس مش مشكلة، متعوضة، نجي لها مرة تانية. جاهزين تشوفوا منظر يحبس الأنفاس؟ تعالوا يلا بينا. واو، خلصت جولتنا في سد إيتابو، واتمنى ان انا اعرف اطلع اكمل واصور في مكان تاني، بس ما اعرفش بصراحه. الطقس غريب النهارده وعجيب، خلي الواحد كده مش عارف، بس برضه هنصور، يعني هنصور، مفيش حل تاني. تعالوا نطلع نشوف لنا مكان تاني نكمل فيه الجوله بتاعتنا. نخش على جوجل ونشوف الاماكن اللي موجوده هنا في فوز دي جواسو. وصلت للفندق، بس المره دي انا ما خدتش فندق، انا اخدت موتيل عشان خاطر معايا السياره. ولو ما حدش يعرف يعني ايه موتيل، تعال انا اقول لك هو ايه الموتيل. الموتيل ببساطه يا صديقي هو عباره عن فندق وباركينج للسياره. يعني انت بتحجز فندق وبتركن السياره بتاعتك وبتقفل الجراج بتاعك، ومعاك هنا غرفتك، غرفه كامله مكمله فيها كل حاجه، فيها سرير، فيها ثلاجه، فيها الميني بار، وفيها كل حاجه المستلزمات بتاعه الفندق. يعني فندق كامل متكامل، في واي فاي. وتعالى خد المفاجاه، بيكون هنا في جاكوزي، لان فكره الموتيل اصلا متصممه للناس اللي بتسافر مسافات طويله، فانت اكيد بتكون تعبان، فبتيجي هنا بتشغل لك الجاكوزي بقى، تفتح الجاكوزي كده وتشغل ميتك وتملى جاكوزي ميه وتنزل تعمل ريلاكسيشن. طبعا احنا هنقفل عشان خاطر الصوت. وتنزل تعمل ريلاكسيشن، وبعد كده تاخد لك الدش الجميل بتاعك، وبعد كده ترجع تريح هنا لغايه الصبح مثلا او على حسب، وبعد كده بتطلع تاخد عربيتك وتتكل على الله تكمل مشوارك. دي فكرة الموتيل، بصراحة أنا بحبها. لما بكون مسافر بالسيارة أو مسافر مسافات طويلة، بخلي السيارة جنب مني، أنا بكون قاعد وسيارتي معايا فيها حاجتي، فيها كل حاجة. احتجت حاجة من السيارة بتكون موجودة معايا جنب مني في الباركينج. وبكده تكون خلصت جولتنا النهارده، وللاسف الطقس ما ساعدناش عشان خاطر نقدر نكمل تصوير، وهضطر ان انا اريح شويه. وبكره ان شاء الله انتظروا الفلوج الجاي، هنعدي الباراجواي ونشوف اكبر سوق حره في العالم في الباراجواي، واشوفكم الفيديو الجاي.